تخيل بعد ما تعبت في أول موقع أعمله وبرمجته وكان أول موقع ليا يبدأ إن هو يتعرض لهجمات اختراق. لو شفت الفيديوهين اللي فاتوا اللي أنا حكيت فيه قصتي مع البرمجة وقصتي مع الماركتينج، أنا حكيت فيهم بدايتي من الأتاري لحد ما دخلت في البرمجة، ومن البرمجة عملت أول موقع ليا. عشان تفهم أنا باتكلّم في إيه، يعني بُص قصص ولا في الخيال، فعليّة حصلت معايا، يعني مش بألِّف من دماغي. المهم أنا كنت بقى مبرمج موقع وفرحان بيه وكان أول موقع ليّا، وإذ بيّا كنت محمّل plugin حماية للموقع، جميل، جاي بابُص لقيت إيه، في هجمات ومحاولات اختراق للموقع، وعددها كان بيوصل ل30,000 و40,000، كانت أعداد مهولة، لدرجة إن أنا كنت ساعات بالاقي إن الموقع بطيء. وما ابقاش عارف السبب، آجي أدخل عليه مش عارف السبب، أتارين السبب إن كان في هجمات، أنواع مختلفة من الهجمات، زي منها في هجمات بتبقى خاصة بإن أنت تبطئ الموقع أو توقّفه، أو إن أنت مثلًا إيه، تبعت عليه زيارات فجأة فالسيرفر يضعف فما يقدرش إن هو يستقبل زيارات تانية. المهم عشان ما نطوّلش في النقطة دي، يعني وقتها بقى أنا كنت متعلم برمجة ومواقع وعمل مواقع وmarketing زي ما قُلت في الفيديو اللي فات، كان الموضوع جديد عليّا، يعني اللي هو أنا الموقع بتاعي لسه عامله موقع صغير وما صدّقت إن الناس تشوفه، وبدأت أشوف زيارات وهكذا، وإذ بيّا تلاقي إيه، في وشّي عمليات اختراق. في الأول حسّيت إن أنا يعني بخوف على المجهود اللي أنا تعبت فيه ممكن يروح، بس كان عندي فضول أكتر من الخوف، فاهميني؟ أنا عايز أفهم إيه اللي بيحصل بالضبط. ومن هنا كانت بدايتي مع الcyber security أو الأمن السيبراني، وهي رحلة وصّلتني لمكان أنا ما كنتش متخيّله بصراحة. المهم أول ما شُفت الموقع بيتعرّض لحالات اختراق، خصوصًا إن أنا كنت شغّال على الموقع لوحدي، يعني ما كانش معايا فريق، كان قدّامي وقتها حلّين: يا إمّا أسيب الموضوع وأطنّش موضوع الموقع دوّة، وبالتالي المشكلة هتكبر والموقع هيُقع، وكده يبقى أنا باستسلم عن مجهودي وبارميه في الأرض زي ما بيقولوا. لإن الغريب إن الهجمات ديّة كانت بتبقى من دول مختلفة ومتعددة، فأنا لأ، أنا قررت إن أنا قُلت خلاص أنا طالما عملت الحاجة أكمّل فيها، خصوصًا إن أنا تعبت فيها وخدت فيها وقت كبير جدًا، ودي كانت أول فرحة زي ما بيقولوا، مش الهجمات، لأ قصدي أول فرحة إن أنا أعمل الموقع يعني وكده، ده كان أول فرحة إن أنا أعمل حاجة فعلية بنفسي كموقع وكبرمجة يعني. أنا اخترت إن أنا أفهم الموضوع ماشي إزاي وأدافع عن الموقع بنفسي، وده اللي أنا فكّرت فيه وقتها. فبدأت أتعلّم إيه هي الثغرات، إيه هي هجمات المواقع وإزاي بتحصل وإيه الأسباب، عشان أعرف أمنعها. أنت مستحيل، حتى عندنا مثل بيقول اللي يحضّر العفريت لازم يكون بيعرف يصرف، فاهمين قصدي؟ فده كان الموضوع يعني، اللي هو أنت لازم تفهم الحاجة كويس عشان تمنعها، أو على الأقل تعرف إيه هي أسبابها فتعرف تتعامل معاها. المهم هنا البرمجة فادتني جدًا، لإن هي خلّتني إن أنا قادر إن أنا أعمل أدوات أقدر أحمي بيها الموقع. ليه؟ لإن أنا عرفت أصلًا سبب المشكلة فين، فبالتالي أنا عارف برمجة، فالبرمجة خلّتني أبني أدوات أقدر إن أنا بيها أدافع عن الموقع، وأقدر إن أنا أحافظ على الموقع بشكل شخصي. ويا حلاوة الموضوع إن أنا اللي كنت مبرمج الموقع بنفسي، وعامل كل حاجة فيه وعارف لغة البرمجة بتاعته، فكنت بمعنى أصح عارف خباياه، وعارف كل حتّة فيه معمولة إزاي، فبالتالي كان من السهل إن أنا أعمل له أدوات حماية، أبرمجها مخصوص ليه يعني. طبعًا أنا ذكرت أهمية النقطة دي بالذات في فيديو من الأتاري للذكاء الاصطناعي اللي أنا نزّلته، كنت باحكي فيه قصة الموضوع ده، وشرحت مثال ليه أنت لازم قبل ما تستخدم الذكاء الاصطناعي لو أنت ناوي إن أنت تبرمج بيه حاجة أو تعمل بيه حاجة، ليه لازم تكون فاهم بعض الأساسيات المعينة اللي تخلّيك تستخدمه باحتراف. لو رجعت للفيديو هتفهم قصدي كويس فيه. أنا زي ما قُلت هاسيبه في علامة الI أو في الوصف. المهم أنا برضه اتجهت للحل دوّة بسبب إن معظم الحلول اللي أنا دوّرت عليها ولقيتها كانت بتقول إن أنت تشيل الحاجة خالص أو تمسحها، وطبعًا الحل ده ما أقنعنيش. ده عامل كده زي لمّا مثلًا يحصل حاجة في الموبايل بتاعك فحد يقول لك اعمل software، فأنت لمّا تعمل software طبعًا كل حاجة بتتمسح، فاهم قصدي؟ فالحل ده طبعًا ما عجبنيش، ده اللي خلّاني في السبب الأول إن أنا أتعلّم كل دوّة وابتدي أعمل الأدوات اللي أقدر بيها أدافع عن الموقع بتاعي. والفكرة برضه إن أنا ما اتعلّمتش كده وخلاص، أو إن أنا كنت داخل إن أنا أتعلّم جزء بسيط وأطلع، لأ أنا قعدت فترة محترمة وفترة كويسة يعني إن أنا أتعلّم في الموضوع دوّة وأفهم الأساسيات الحقيقية للمجال، كإني بالضبط واحد هيخش يشتغل في المجال ده. المهم بدأت أتعلّم حاجة اسمها networking أو بمعنى أصح شبكات، اللي هو يعني إزاي الأجهزة بتتواصل مع بعض عن طريق الإنترنت. ليه؟ لإن أصلًا الموقع في الأساس بيبقى عبارة عن سيرفر، المهاجم أو المخترق بيبقى عبارة عن سيرفر تاني، فاهم قصدي؟
أو كمبيوتر تاني، فكمبيوتر بيعمل إيه، اتصال مع كمبيوتر تاني، وإزاي بقى البيانات دي بتتقسّم لوحدات صغيّرة اسمها packets وهكذا. طبعًا دي حاجات مهمة وأساسية كان لازم أتعلّمها دون الدخول في تفاصيل، فأنا إيه، يعني بادّيك الخلاصة عشان برضه حتى أنت ما تزهقش وفي نفس الوقت الفيديو يكون خفيف عليك كده وتفهم. المهم إن الحاجات ديّة كان أساسية ولازم أفهمها كويس عشان أبتدي إن أنا أدافع عن الموقع بتاعي مثلًا، أو إن أنا أقدر إن أنا أدافع عن حاجات شخصية. ومع الوقت فهمت إن أنا كده باللي أنا اتعلّمته ده ما كنتش بس أقدر إن أنا أدافع عن الموقع، لأ، أنا أقدر أدافع عن حاجات تانية، خصوصًا في الشبكة بتاعتي بتاعة البيت، إن أنا أقدر أدافع عن نفسي في أي شبكة أخشها، وإيه الحمايات وإيه الحاجات اللي أنا محتاجها وإيه الحاجات اللي أخلّي بالي منها، عشان إن أنا حتى لو دخلت في شبكة أكون الشبكة دي متطمن لها، خصوصًا لو الشبكة ديّة إيه، شبكة عامة، مع إن أنا ما انصحش إن حد يخش في الشبكات العامة، بس لو فاهم أنت بتعمل إيه عادي جدًا ما فيش مشكلة، خصوصًا إن في الوقت الحالي الموضوع بقى آمن جدًا، يعني ما عادش زي الأول الHTTP. الHTTP دي كانت مصيبة، إنما دلوقتي الHTTPS بقى والconnections معظمها كده، فبالتالي بقت متشفّرة، فأنت معظم دلوقتي الnetworks الpublic بتبقى أمان، معظمها، ركّز في معظمها مش كلّها. طبعًا أنا باحاول أبسّط لكم المعلومة على قد ما أقدر، لإن الموضوع معقّد وفيه تفاصيل ورموز كتير جدًا، فاهمين قصدي؟ فأتمنى يعني المعلومة تكون وصلت كويس. المهم بعد ما فهمت الأساسيات كويس، وبدأت أدافع عن الموقع بتاعي وأحميه وأعمل الأدوات اللي تخلّي دوّة يحصل، بدأ بقى الفضول يفتح لي أبواب تانية خالص، لقيت نفسي بقى اتجهت بقى لمجالين معروفين جدًا في الأمن السيبراني أو الcyber security. هُم فريقين، فريق معروف جدًا وهو الblue team، وهُم المتخصصين في الدفاع والحماية وبشكل أخص تحليل الشبكات وتحليل المخاطر يعني بالضبط عاملة زي أنت لمّا يكون عارفين أنت الرادار أو عارف أنت كاميرات المراقبة مثلًا، فبيكون في خطر، هُم قاعدين عاملين شبه كاميرا المراقبة كده، لمّا يلاحظوا أي حاجة مش مضبوطة في الاتصال، في الشبكة كده، فبيراقبوها وبيحددوها وبيعرفوا إيه سببها، يعني هُم زي عاملين زي المحققين أو المحللين. وفي بقى الفريق الأحمر أو الred team، وهو دوّة اللي إيه، اللي بيبقى عكس الفريق التاني خالص، وهُم بقى اللي بيبقوا مكان المخترق، بيبقوا متخصصين في محاكاة الهجمات ديّة بالفعل يعني، يبقى كأنه هو المخترق بالضبط، بس طبعًا بيبقى مُصرّح له بده وبيبقى معاه الإذن بده. خصوصًا أنت أي حاجة في المجال دوّة، أنت لازم كل حاجة معاك تكون عاملها معاك تصريح ليها أو مُصرّح ليك بيها إن أنت تعملها، مش أي شبكة أو أي حاجة تخُش أو تبدأ فيها كده، وإلا طبعًا هيبقى الموضوع ليه جانب قانوني كبير ومشاكل كبيرة. حتى في مواقع، يعني لو أنت عاوز تفكّر في الموضوع، في مواقع بتبقى خاصة بالحاجات ديّة، مواقع مشهورة طبعًا بتعلّمك طُرق الاختراق بحاجات مشروعة، بتبقى عاملة زي إيه، زي لعبة كده بتلعبها، حاجة اسمها CTF تمام، CTF دي اختصار لcapture the flag، بيدّيك مثلًا أنواع ثغرات معيّنة تبتدي إن أنت تجرّب نَفْسك فيها وتتعلّم في المجال، عاملة شبه لعبة كده، فاهم قصدي؟ يعني بيحُطّك في الموضوع بشكل واقعي ويدّيك تحديات وأنت تحلّها، الموضوع عامل شبه التحديات كده، جميل؟ ده لو أنت عاوز تعمل الموضوع بشكل قانوني وآمن، فاللي هو الاتنين مكمّلين بعض، يعني في الأمن السيبراني أو في الcyber security الاتنين هتلاقيهم مكمّلين بعض، اللي هو أنت مش ممكن تدافع كويس من غير ما تكون فاهم الهجوم نَفْسه بيحصل إزاي، وده اللي أنا عملته في أول الموضوع خالص لمّا اتكلّمت في موضوع حماية الموقع بتاعي، لمّا أنا اتكلّمت في الموضوع. من هنا بقى الرحلة لقيتها بتكبر معايا زي ما قُلت، وبدأت أشوف مفاهيم غريبة وحاجات غريبة زي حاجات اسمها trojans. اللي ما يعرفش إيه الtrojans، هي عبارة عن برامج خبيثة بتبقى بتبقى شبه برامج الWindows كده، بتبقى شبه برامج النظام المعروفة يعني. يعني أنت مثلًا في Windows كده لمّا تيجي تفتح الtask bar تلاقي في برامج كده بتبقى برامج شبه البرامج اللي عندك بالضبط، يعني كأنه برنامج عادي، فاهم قصدي؟ وطبعًا أنت مش هتعرف تحليل الحاجات ديّة غير لمّا تفهم حاجة اسمها reverse engineering أو هندسة عكسية، ودي اللي معظم الناس بتستخدمها في اللي هو أنت بتدرس برنامج موجود بالفعل عشان تعرف هو شغال إزاي من جوّه، ما هي من اسمه كده هندسة عكسية. إزاي؟ اللي هو أنت إيه، بتحاول تفهم الحاجة دي شغالة إزاي، حتى لو أنت ما معكش مكوناتها الأساسية، فاهمين قصدي؟ يعني كمثال بسيط، أنت لو عندك زرار كهربا مثلًا، زرار الكهربا ده بيبقى عبارة عن إيه، عبارة عن زرار بيفتح الدايرة وبيقفل الدايرة. إزاي؟ دلوقتي إحنا بشكل بسيط، أنت لو جبت سلكتين كمثال يعني ووصّلتهم ببعض، مش كده أنت بتوصّل الكهربا، اعتبرها فيشة بتدخّلها مثلًا في الكوبس بتاع الكهربا، فأنت لمّا تعمل كده الاتنين الكهربا بتشتغل، تشيله الكهربا تروح، تقريبًا نفس فكرة المفتاح.
لمّا تفتح المفتاح بتفصل الدايرة، ولمّا تقفل المفتاح الدايرة بتوصل تاني، فاهم قصدي؟ هو بالعكس عندنا، إحنا عندنا بقى لمّا تفتح الدايرة يعني أنت بتقفلها ولمّا فاهمين قصدي؟ فهي نفس الموضوع بالضبط، اللي هو أنت فهمت الموضوع ماشي إزاي من غير ما تعرف أصله إيه، من غير يعني ما تشوف السلك والدايرة قدامك فالموضوع عجبني جدًا، وموضوع إن أنا دخلت لقيت نفسي باحلل فيروسات وأحلل برامج وإزاي بتشتغل، فاللي هو ده مجال متخصص أوي ومجال أنا ما ليش علاقة بيه، بس نوعًا ما دخلت فيه لإن أنا كان ممكن في ملف من الملفات عندي على السيرفر أتلاقاها فيها مشاكل، فكنت محتاج إن أنا أخش وأفهم الجزئية ديّة. فالفكرة إن ده مجال تاني خالص وسكة تانية خالص اتفتحت ولقيتني باخش فيها عن اللي أنا بدأت فيه بالبداية، أنا كنت عاوز بس أحمي الموقع بتاعي، لكن عمليًا أنا ما استفدتش بيها في هدفي إلا بجزء بسيط بس. فأنا اللي أنا كنت محتاجه مثلًا إن أنا أتعلم أساسيات الحماية بس، لكن دون الدخول في تفاصيل. بس بصراحة أنا مش ندمان على الرحلة ديّة ولا على أي دقيقة منها، لأن الفضول ودّاني لرحلة كبيرة جدًا فهّمتني حاجات أنا ما كنتش عندي خلفية عنها، وفتحت لي فهم أعمق بكتير للتكنولوجيا. حتى لو أنا اضطريت في مرّة إن أنا أتكلّم في معلومة أو أتكلّم في حاجة مع حد، أكون فاهم أنا باتكلّم في إيه، مش اللي هو أنا باتكلّم وخلاص. وطبعًا برضه لا زال الموضوع دوّة الذكاء الاصطناعي زي ما باقول كل مرّة أغيّره، وهو بقى في models موجودة خاصة بالcyber security أو بالأمن السيبراني، ودلوقتي معظم models الذكاء الاصطناعي شاطرة جدًا في موضوع الحماية، دي برضه من أحد المجالات اللي الذكاء الاصطناعي برضه غيّرها. ولو لاحظتوا القصة دي شبه قصتي في البرمجة وقصتي في الماركت، وهي إنها بدأت بمشكلة صغيرة وانتهت في مكان أكبر بكتير ومجالات تانية كتير وحاجة عاملة شبه السلسلة كل شوية حاجة تودي على حاجة وباب يودي لباب وكل ده من غير مخطط له تماما. المرة دي الدرس مختلف شوية، مش كل حاجة أنت بتتعلمها لازم تستخدمها كلها، أحيانا الرحلة بتبقى نفسها قيمة مش بس الواجهة النهائية، خصوصا إن أنت ما تعرفش أنت ممكن تحتاج الحاجات دي. أحيانًا تلاقي نفسك بتستخدم جزء بسيط أو جزء من الحاجة دي في حاجة تانية أنت ما كنتش تتوقع إن أنت تستخدمها أصلًا، لأن هو على قد ما هو فادني في الجزء بتاع حماية الموقع، على إنه فادني في مجالات تانية وحاجات تانية كتير أنا كنت باستخدمها، اللي هو أنا بتلاقي نفسي باستخدم حاجات أنا ما كنتش متوقع أصلًا إن أنا ممكن ييجي يوم واستخدمها، خصوصًا لو أنت شغال في البرمجة أو اشتغلت فيها أو في المجال دوًّا أو الback end تحديدًا هتفهم قصدي كويس، كده أو كده هتفيد، كده أو كده هي فادتني بشكل أو بآخر. أنا باحب أمثّل الموضوع دوّة بمثال، وهو إن أنت مثلًا لو أنت عاوز تغيّر لمبة الكهربا بتاعة البيت، بدل أنت الطبيعي مثلًا ممكن تروح تكلم الراجل وهييجي يغيّرها لك، إيه الفرق بين ده وبين لمّا أنت تقوم رايح تشتريها بنفسك وتقوم مغيّرها؟ أكيد الموضوع مختلف، ففي حاجات مش بتستدعي إن أنت تجيب لها متخصص، ده قصدي، ده اللي أنا باتكلم فيه. فاللي هو من محاولة اختراق صغيرة لموقع لسه عامله، لفهم عميق جدًا في الأمن السيبراني أو في الcyber security. طبعًا أنا في حاجات كتيرة أنا ما ذكرتهاش عشان وقت الفيديو وعشان شايف إنها مش هتضيف حاجة للفيديو، ولكن إحنا ممكن نكتفي بهذا القدر اللي يوضّح ويوصّل المعلومة. القصة ديّة برضه بارجع أدقق فيها وأقول إن من أهم الحاجات اللي كانت سبب فيها هي الفضول، الفضول بجد ممكن يوديك لأماكن أنت ما تتخيلهاش، والحاجات تتعلم حاجات إن أنت ما كنتش تتخيل إن أنت ممكن تتعلمها. وأنا شايف أصلًا إن سبب نجاح حاجات كتيرة في الحياة، وسبب معظم الاختراعات كان الفضول أو السؤال. فلو الفيديو ده فكّرك بأي حاجة مشابهة كان سببها الفضول، وبعد كده خدتك في تسلسل معيّن اتعلمت بيه حاجة، حاجة أنت فكّرت تخش فيها وما كمّلتش، كمّلت خطوتين مثلًا وجيت للخطوة التالتة وما كمّلتهاش، شاركني في التعليقات. وما تنساش اللايك طبعًا الجميل بتاعك لو الفيديو عجبك، وتشترك في القناة عشان ده لا زال باب من أحد الأبواب اللي أنا دخلتها ودخلت فيها وتعمقت فيها، رغم تعدد الأبواب اللي جواه أو الغرف اللي جواه. أنا شبهته بالفيديو اللي فات بالمتاهة. فالرحلة لسه طويلة وأنا حابب إن أنا أشاركها معاكم. أتمنى الفيديو يكون خفيف ووصّل المعلومة.